السلام عليكم. النهاردة مش هنتكلم كتير، مش هنجري ورا الوقت، لكن هنقف لحظة واحدة نركز على هدوء ممكن يكون نسيناه في وسط دوشة حياتنا اليومية. يعني ايه هدوء؟ الهدوء مش بس غياب الصوت أو الضوضاء، الهدوء حالة ذهنية، اللحظة اللي فيها بتحس إن كل حاجة حواليك بقت خفيفة، وإن عقلك أخيرا بياخد استراحة. في عالم مليان ضغوط، الهدوء بقى عملة نادرة، لكنه أكتر حاجة بنحتاجها عشان نراجع توازننا. ليه الهدوء مهم؟ الهدوء مهم لثلاث حاجات بالنسبة للعقل وللجسم وللروح. خلينا نقسم كل حاجة لوحدها. بالنسبة للعقل بيساعدنا نفكر بوضوح ونرتب أفكارنا، وبيخفف القلق ويبعد عننا التوتر. أما بالنسبة للجسم، وقت راحة الجسم بيقدر يتعافى، بينظم ضربات القلب والتنفس. أما بالنسبة للروح، الهدوء بيخلينا نسمع نفسنا، بيرجعنا لمناطق العمق اللي جوانا، وبيذكرنا احنا مين بجد. ازاي نلاقي الهدوء؟ وقف كل شيء لدقايق، مجرد انك تاخد نفس عميق وتقفل عينك. ركز على تنفسك بس، طبيعتك الخاصة، مكان مريح أو زاوية في البيت أو البحر أو حتى شجرة. تحديد وقت بدون تكنولوجيا أفضل من الأجهزة، لا إشعارات لا شاشات لا رسايل لا موبايل ولا أي حاجة، بس أنت مع نفسك. قوة الهدوء في حياتنا بيغير طريقة تفاعلنا مع المشاكل، بيخلينا أقوى في مواجهة الضغوطات اليومية، بيرجع لنا إحساس التوازن، الإحساس إن الحياة ليها معنى بعيد عن الزحمة. ولأن كل حاجة وليها نهاية، في النهاية الهدوء مش رفاهية، هو حاجة أساسية. خد دقيقة دلوقتي بعد الفيديو ده، وقف كل حاجة، عيش اللحظة بدون أي ضوضاء. افتكر، السلام الداخلي بيبدأ من هنا، من جوه. شكرا ليكم، ما تنسوش تعملوا لايك لو حسيتوا الفيديو لمس حاجة جواكم، واشتركوا عشان نكمل مع بعض رحلتنا للحياة الهادية. نشوفكم قريبا. شكرا للمتابعة.